شخص بيهتم بنظافته الشخصية. هدومي الداخلية بغليها كويس، الغسول بستخدمه كل يوم، بحط مسك الطهارة بشكل منتظم على طول. الفوطة اليومية بلبسها وانا خارجة، ما بقلعهاش غير لما برجع البيت. ومع ذلك الالتهابات كل ما اخد لها علاج ترجع ترد عليا تاني. يا ترى ايه المشكلة؟ يعني يؤسفني جدا ان انا اقولك ان كل اللي انت بتعمليه ده هو المشكلة الرئيسية. استخدام الغسول، استخدام المسك، الفوطة اليومية اللي ما بتتغيرش بانتظام، كل الحاجات دي بتعرض المهبل للرطوبة، بتغير البي اتش او درجة الحموضة بتاعة المهبل، وبالتالي بتدي فرصة للبكتيريا الضارة والفطريات ان هي تنمو على حساب البكتيريا النافعة اللي انت ضرتيها بتغيير درجة حموضة المهبل باستخدام الحاجات دي كلها. علشان كده لو انت محتاجة تعالجي الالتهابات، اول خطوة تعمليها تتخلي تماما عن استخدام اي حاجة خاصة لتنظيف المهبل. نفس الفكرة، الأنف بينظف نفسه، الأذن بالشمع بتحمي نفسها من الالتهابات، المهبل كذلك بالبي اتش الطبيعية بتاعته والبكتيريا النافعة اللي موجودة جواه بيحمي المهبل من الالتهابات. طبعا ده وارد ان هو يتغير او يحصل التهابات فجأة بسبب ضعف مناعة حصل باستخدام مضادات حيوية بعد الدورة الشهرية، وتغيير البي اتش اللحظي في الوقت ده ممكن يسبب التهابات. لكن مهم ان احنا نكون حريصين اننا نوقف اي ممارسات غلط ممكن تخليها متكررة علينا بشكل مزعج.